صلي وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. زي ما انتم شايفين كده الجمال دوت مع الشتاء بقى، وجمال الشتاء والمحشيات والممبار. هنعمل بقى شويه ممبار زي ما انتم شايفين كده، لوز اللوز بقلاوه بقلاوه. تمام. هنعمل شويه ممبار حلوين مع بعض كده بطريقه سهله جدا. هعمل شويه احطهم في الفريزر، تمام، ونسحب منهم ايه زي ما احنا عايزين. مش كل ما اجي عاوز اكل ممبار لازما اعمل لي حفله عشان اكل ممبار، فانا قلت بقى هعمل شويه كده حلوين نحطهم في التلاجة. تمام. نبدا بقى مع بعض كده. انا طبعا جبت الخضره. ماشي. انا جايبه بسم الله ما شاء الله، جايبه كميه يعني. ماشي. فان شاء الله كده بقى ايه نعملهم مع بعض. بصوا بقى، احنا لا هنسبك النهارده ولا يحزنون. من الاخر، الممبار مش هينفع يتسبك له. ليه بقى؟ جماله ان هو بيبقى ني تاكل الحاجه كده تبقي حاسه بطعمها في بقك وتلاقيها مسكره كده. ماشي. هنعمل بقى ايه؟ هنقطع الخضره. تمام. وبعد كده بقى نقطع البصل، ونشوف الطماطم، ونشوف ايه شويه البهارات اللي احنا هنحطهم، ونظبط الدنيا مع بعض كده، ويخلينا ايه مع بعض للاخر. طبعا الخضره شبت وبقدونس وكزبره، بس انا بصراحه انا اكتر حاجه بكترها في الخضره الكزبره. ليه؟ بتدي طعم حلو قوي. يعني ممكن تخلي البقدونس قليل، ما تكتريش بقدونس، كتري الشبت والكزبره. الاتنين دول ريحتهم وطعمهم بالذات في المحشي بتبقى حكايه. ماشي. يعني المحشي ممبار كتري من الحاجتين الاتنين دول. والبقدونس ده اضافه كده، انا بصراحه مش بكتر منه، بكتر من الحاجتين دول بس. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا عامله كميه. غسلتها بالخل ونقعتها شويه وكده وظبطتها وقطعتها ايه. وبعد كده بصوا بقى، طبعا انا في عامله ريفيو اللي فات على المشتروات. انا كان عندي كبه زي دي الاول، بس بصراحه هي مش نفس الموديل دوت، يعني نفس الموديل دوت. لما رحت ما لقيتش اللي هي اللي باظت عندي، ما لقيتش نفس الموديل. فلقيت دي، قال لي هي دي. المهم خدتها وعملت لكم عليها ريفيو، قلت لكم طبعا ان هي حلوه وكل الكلام دوت، لان المفروض ان هي زي التانية. فجيت استعملها. المهم قطعت البصل بالطريقه دي، لسه كمان هكمل تقطيعه لان انا مقطعه شويه على الوش بس بالسكينه، على اساس ان يمشوا في الكبه. تمام. زي ما انتم شايفين كده ايه، بصراحه هي بتنعم البصل حلو، بس اشتغلت ايه يعني، عملت منها شويه كده. هتشوفوا دلوقتي. بصوا، بتعلق وبعدين مش زي التانية. المهم زي ما انتم شايفين كده هعمل بيها شويه وبعد كده نشوف هنكمل. المهم قطعت طبعا البصل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كانت غلطه بالنسبه لي، بالنسبه للمقلب اللي انا خدته في الاخر يعني. بعد ما قطعت البصل بالطريقه دي على اساس ان انا هحطه في الكبه عشان الكبه تعرف ايه تشتغل. المهم قطعت بالطريقه ديت وخلاص تمام التمام. وجيت هشغل الكبه تاني، اشتغلت مره، وفي التالتة قالت ايه سلام عليكم مش مشتغل. وانا ما عنديش كبه الا دي بصراحه يعني. المفرمه بتاعه الخلاط السكينه بتاعتها بايظه. ماشي. المهم بعد ما اتشطرت كده وقطعت واتدبست التدبيسه الجميله دي، اضطريت ان انا اقطع كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. يعني بصوا انا هفرم شويه دول كده، وهاجي بقى تالت مره قالت لي هتقول لي مش شغال. اضطريت بصراحه ايه اقطع. هو كان مقلب وكانت حاجه كويسه في نفس الوقت. بصوا انا متعوده ان انا بحط البصله في الممبار بتبقى ناعمه زي ما انتوا شايفينها في البوله قدامكم كده. بس المره دي اكمن الكبه باظت مني، فاضطريت اقطع البصل على ايدي. فايه عارفين اللي هو كبيره شويه. ماشي. وبصراحه استفدت منها جامد جدا. ليه بقى؟ دي بقى التكه اللي بجد عجبتني في الممبار. يا جماعه حاولوا تخلوا البصله في الممبار الني. الممبار اللي ني في ني، اللي بتعملي حاجته كلها من غير تسبيكه. خلي بصلتك خشنه مش ناعمه. تمام. بص انا قطعتها، ده تقطيع ايدي بقى ده. بعد كده حطيت ماجي، وحطيت السبع بهارات، وحطيت بتاع دوت. هحط بقى كده ايه، بصوا ملح. ماشي. انا طبعا بحط كميات شويه على اساس ايه تخلي الحاجه حلوه يعني. ده فلفل اسمر، وده كمون. تمام. وهنا ديت شطه، برضو حاطه كميه بسيطه قوي، يعني مش كتيره قوي عشان توته. بصوا بقى التكه هنا، يا ريت
بقى اللي هتيجي تعمل ني في ني تدعك البصلة بالبهارات زي ما انا دعكتها كده، بجد بجد بتخلي الاكل حكاية. المحشيات بجد حكاية بأمانة. ما تحطيش الحاجة وبعدين تحطي البصل. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ شايفين الممبار بتاعي قشطة ازاي؟ قشطة اهو، ابيض شمعة منور اهو. خل بقى وليمون ودقيق وملح. بصوا انا مش بحب اصور الممبار وهو بيتنضف، لان بصراحة شكله بيبقى سيء بجد، وانا ما بحبش المنظر دوت، فمش هينفع اصوره. المهم الرز، البصل حطيت عليه التوابل زي ما انتوا شفتوا ودعكته، وحطيت عليه زيت. معلش اللقطه دي بقى ما جاتش في الكاميرا. الخضره، الطماطم، وفي كميه طماطم تاني غير دي، لان زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره. ماشي. طبعا قلبت كله ودعكت كله في بعضه زي ما انتم شايفين قدامكم كده، كميه بسيطه نحشي فيها عشان ما نزفرش الرز كله. ماشي، ناخد على قدينا لغايه عشان لو فات حاجه تبقى نضيفه ما تبقاش زفره. الممبار انا قطعته على قد المقاس اللي انا عايزاه، او الحجم اللي انا عايزاه، لان المفروض ما يعني بلاش الحجم الكبير قوي ده، عشان اما تاكليها هي تبقى على قد انك تاكليها ما يترميش منها حاجه. والحشو زي ما انتم شايفين، بصوا الرق الممبار عامل ازاي، يا دوب. تمام. ف بصوا اهو، انا طبعا مش بحشي الكميه كلها قدامكم. ماشي اهو، انا بوريكم بس ايه الحجم عشان ما تخلوهوش كبير، ما تحشيش كتير. ماشي، يعني ما تملهوش رز بمعنى اصح، عشان ما يفرقعش منك في السليق، وفي نفس الوقت ما يبقاش كله رز. بص طبعا انا حشيت اهي الكميه. ماشي. طبعا هي الكميه مش كلها زي ما قلت لكم. وحاولي ما تخليش الرز يبقى ايه مبعتر حوالين الممبار. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد في يوميات منال وتوته. طبعا توته مش معايا في التصوير ده، لان التصوير ده بصراحه انا يعني انتوا عارفين بقى كركبه كتير، فانا ما كنتش حابه ان انا اطلع فيه يعني، ففضلت ان ايه نخليها قديم بس. هنا طبعا الميه غلت، حطيت فيها ورق لوري، وحطيت فيها حبهان مطحون، بيخلي الممبار حكايه وريحته حلوه جدا. وملح، انا مزوده ملح عشان الممبار ما يبقاش دلع. تمام. انا محققاه طبعا كويس، بس برضو عشان ايه الميه ما تخلوش يبقى دلع، لا زودت ملح شويه. هنا هسلقه اهوت. ماشي. طبعا انا بسم الله ما شاء الله سلقت كميه كبيره اهو. كده سلقناه اهوت. ماشي. المفروض بقى ايه، بعد ما سلقته كده بسيبه يبرد. وبعد كده بقى طبعا انا حمرت لكم شويه كده، شايفين بقلاوه بقلاوه حاجه كده تجيب النفس. ماشي. والباقي طبعا انا حطيته في اطباق وعملته بالاسترتش، استرتش طبي، او اللي هو يعني ايه نافع انك تغطي بيه اكل. تمام. صحي مش طبي، عشان اكون ممكن غلطت في الكلمه دي. صحي. تمام. زي ما انتم شايفين، هتحطه في الفريزر وقت ما احب اطلع هطلع واسخن، هطلع واقلي على حسب ما انا عايزه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد.